لكل اللي قام الليله امبارح الف مبروك. لا بجد الف مبروك. ايه ده انت مالك باصص لي كده ليه؟ لا ما تخضنيش. هو انت ما قمتش الليله امبارح؟ فاتتك يا عم. انا بقول لك من اول ما ابتدينا العشر الاواخر خلي يا اخويا اللي كنتوا بتعملوا ينفعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. طبعا كل اللي قام ليلة امبارح لازم اقول له الف مبروك، لانه قام ليلة وترية احتمال تبقى ليلة القدر. ايه ده هو انت اتخضيت افتكرت ان انا جاي اقول لك ان امبارح كانت ليلة القدر؟ وانا ايش عرفني وايش عرف غيري كمان؟ دي ليلة محدش يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم عشان يبلغ بيها الصحابة تلاحى رجلان اتخانقوا مع بعض فرفعت، وربنا جعلها ليلة مش معروفة في العشر الأواخر. لنا ولا غيري نقدر نقول إنها كانت الليلة الفلانية. وسيبك يا عم من الناس اللي كل يوم تقعد تصور لك الشمس وتقول لك بص ازاي بيضة، بص ازاي من غير شعاع، بص ازاي مش عارف ايه. 100% كانت الليلة بتاعت امبارح. ده قطع بشيء لا يعلمه إلا الله. فخليني أقول لك وبكل بساطة احتمال كبير جدا تبقى ليلة القدر لسه ما جاتش. احنا النهارده ليله 26 وقت ما انا بصور الفيديو، يعني فاضل لنا ليله 27 وليله 29 من الليالي الفرديه، ولسه لنا لو انت هتتفرج في نفس الليله 26 و27 و28 و29 4 ليالي من رمضان من العشر الاواخر. يعني الاحتمال كبير ولسه مستنيك. وتعالى يا سيدي ناخد الاحتمالين. ضيعت انت كل اللي فات وفاتتك ليله القدر كمان، وفاضل 4 ليالي من رمضان ما تشتغلش فيهم يا اخي. صاحب ليله القدر اللي يقدر يديك اجرها يقدر يديك اجرها في اي وقت كان. هو الله عز وجل خزاينه مليانه يا اخوي، في اي ليله يديك الاجر العظيم لو تبت ورجعت. يبقى ما تشتغلش. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لله عتقاء في كل ليله، وفاضل 4 ليالي تعتق من النار. عارف يعني ايه تعتق؟ تكتب عند الله عز وجل انك من اهل الجنه باسمك انت وباسمك انت، تمشوا في وسط الناس وانتم من اهل الجنه موفقين لعمل اهل الجنه. يبقى ما تشتغلش. الليله اللي الرحمه فيها هتنزل على قلب تمحو ذنوبك وتعدل حالك. الليله اللي قلبك بعدها هيبقى قلب عابد يرضي الله سبحانه وتعالى. يمكن لسه جايه تنام وتسيبها وتفوت على قلبك الفرصه. يبقى ما تشتغلش. طب واللي تفوته الليله مش يعتذر؟ مش يرجع يقول له يا رب كنت غافل وفقت، يا رب كنت نايم وفتحت، يا رب كنت ميت وحيد، يا رب فاتتني بس انا اسف، يا رب غلطان وفقت ورجعت لك، اطلب منك عفو ومغفره ورحمه. ما يقدرش يديك اجرها؟ والله يقدر. هو الله عز وجل مالك الملك. يبقى ما تشتغلش. وكل ده لو فرضنا انها فاتت، فما بالك لو لسه ما فاتتش. 4 ليالي من رمضان وليلتين وترية لسه مستنيينك. عفو ومغفرة ودعاء مستجاب وعمل خير من 1000 شهر. يا حبيبي بلحظة صدق، لحظة واحدة صدق، انك تبت وندمت ورجعت، انك زعلان من نفسك، انك متضايق انك قصرت، انك مخنوق من حياتك اللي كلها بعد عن ربنا وذنوب ومعاصي، واللحظة دي تيجي في ليلة القدر. يا اخي انا اقسم لك بالله يا اختي والله العظيم تبقوا ناس تانية، تبقوا حاجة تانية، تدوقوا سعادة القرب، لذة الأنس بالله، إحساس حب ربنا سبحانه وتعالى. مش هتقعوا بعده تاني، وإن وقعتوا هتبقوا عرفتوا الطريق. فاوعى حد يضحك عليك ويقول لك فاتتك خلاص راحت عليه. اوعى شيطان إنس أو جن أو واحد حتى بنية طيبة كل يوم يصور لك الشمس ويقول لك خلاص فاتت، فتظن إنه خلاص فاتك الخير ولا عمل. فلو فاتت فرصتك لسه موجودة، ولو ما فاتتش اوعى تضيع أجرها. تمام. وإلى هنا يا حبايب قلبي انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي اعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير. ساعد اخواتك انهم يشوفوا فيديو زي ده، يمكن ياخد بايديهم، يمكن يديهم امل، يمكن يقوموا ويشتغلوا في ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، ويا رب نبقى جماعه كلنا في الجنه يا رب. اما للدعم على باتريون فهتلاقي اللينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني على هاشتاج رمضان مع امير 2023 كل ليله في العشر الاواخر مع بعض. فيديو جديد الساعه 10 بالليل. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.